السلام عليكم، نتمنىكم تكونوا على خير وبخير وبصحة جيدة. إن شاء الله اليوم غنحضر معكم سلو أولا السفوف هكا بطريقتنا سهلة وبسيطة. إن شاء الله غنخلي لكم الرابط في صندوق الوصف، يعني بالتفصيل والطريقة يعني على حقها وطريقة. أنا هنا غير قلت نصاوب شوية لوليداتي وقلت نشاركو معكم، علاش لا؟ كتعرفوا المدرسة الوليدات ما تيقدروش على الخبز في الصباح بزاف، وقلت حسن سلو صحي وزوين هكا ياكلوا طبيسيل طبيسيل، ولا بغاو يديو ديك الساعه معاهم الكودي كتكون مزيانه ان شاء الله باذن الله. يعني طريقه ساهله مهله، يعني مقادير بسيطه. راه درت غير 2 كيلو خفافين ما فيهمش شي حاجه، يعني خفاف خفاف خفاف، يعني دغيا دغيا كتوجديه في ساعته، ما كتعطليش دغيا كتوجديه وهكا كتوجدي شي حاجه صحيه ان شاء الله باذن الله. هانتوما شوفوا التعليكه كي كيجي زوين صراحه، كيجي زوين ومقادير بسيطه وخفيفه، يعني ما فيهش مقادير كثيره. نتمنى ان يعجبكم، وطريقه ديال التحضير بالتفصيل غنخليها لكم في صندوق الوصف. فايت حضرتها معكم، حضرتها معكم شي 2 مرات ولا 3 في القناه، وهذه هي المره الثالثه ان شاء الله باذن الله لعقبال رمضان. عفوا، هنا عندي الطحين، خديت قياس 2 كيلو ديال الطحين، يعني قول قل شي زلافه بحال هكاك. انا خديت الطحين غير درت 4 زليفات وزدت عليهم 3 سليفات، هي هذيك بحال 2 كيلو ناقصه زليفه. هنا غادي نحمرو انا غير فواحد الطنجره صغيره، كنحمرو انا غير فوق البوطه مهيله عافيه مهيله. صافي كنبقى نحمرو حتى كيتحمر. هانتوما شوفوا اللون ديالو، هو غادي كيعطي اللون باش نحصل على واحد اللون يكون هو ذهبي وزوين ومحمر. المهم مع التحريك، يعني ضروري الطحين الا بغيت نحمرو خصني نبقى نحرك ضروري من هكا الحركه هذه باش ما يتحرقش ليا الطحين، باش نحصل على نتيجه زوينه. دابا من بعد هانتوما كتلاحظوا كيفاش الطحين ديالي غادي كيتلون، كيتحرق زعما وكيجي مزيان صراحه. يعني فوق انا كنفضلو فوق العافيه هكا، نبقى نحرك بشويه بشويه حتى كيتحمر، كيجي مزيان. هنا عندي كاوكاو كذلك حمرته. انا هنا غادي نحيد ليه القشور، نحيد ليه القشور حتى نحيد ليه القشور مزيان ان شاء الله باذن الله، وغادي نطحنو حتى يتعلك. هنا كذلك اللوز، عفوا الكاوكاو خديت كيلو، واللوز خديت نص كيلو، والنافع عندي 2 معالق كبار د النافع، وعندي هنا حبة حلاوة، كاس ديال العنبة، كاس ديال العنبة ديال حبة حلاوة. عندي هنا كاس ديال العنبة ديال حبة حلاوة. بالنسبة للوز هنايا انايا طيبت الماء وضفتو فيه حتى حاولت الجلفة تحيد وفسختو وقليتو. هنا عندي الزنجلان خديت كيلو، كذلك الزنجلان خديت كيلو، نقيتو غسلتو حمرتو صافي، وغادي دابا نطحنو حتى يتعلك كلشي، حتى يتعلك باش كيجي زوين. صافي هنا خديت هاد الكاوكاو كان عندي في الدار الصراحه، قياس شي 3 زليفات هكا كانوا عندي في الدار، قلت علاش غيبقاو اللهم نحمروا داك الكاوكاو الغليظ. صافي هنا من بعد ما طحنت كلشي، يعني كلشي غربلته في الغربال، وغربلت حتى الطحين. هانتوما كتلاحظوا غربلت الزنجلان، اللوز طحنت غير النص وخليت شويه باش نرميه هكاك صاين، وكذلك خليت شويه ديال الزنجلان هكاك صاين. دابا غنخلطو بزيت العود ان شاء الله، وخليت هاد شويه باش نرميه على السفيف ديالنا ان شاء الله باذن الله. اذا دابا غادي نخلطو غير بزيت العود كيجي زوين، يعني كل واحد باش كيخلطو. المهم انا كنخلط الصراحه سلو بزيت العود. خديت طريقه د ماما مسكينه الله يشافيها من هذا المنبر ويخفف عليها ما نزل يا ربي العالمين. دعواتكم معنا ان شاء الله باذن الله. هنا خديت نص معلقه ديال القرفه، غادي نغربلها في هذا الغربال هذا، وغادي ناخذ السكر كلاصي قياسي. انا درت كاس ديال العنبه ما عامرش، ما كنبغيش انا حلو بزاف، درت كاس ديال العنبه ما عامرش، وديك الساعه الا جاني مسوس عاد غنزيدو. يعني دابا غنخلط، غادي نضيف درت سكر كلاصي وغربلته باش راكي عارفين كتكون عندي ديك الكوتال باش عاد ندوزها بيدي. وانتم السكر على حسب الذوق، سكر كلاصي على حسب الذوق ديالكم. هنا ضفت زيت العود صافي، وغادي نبدا نخلط، ومن بعد نخلط نتلاقاو. هنا
انا خلطت السلو ديالي كما لاحظتوا، يعني باقي شويه ناشف. غادي نزيد تاني الزيت ديال العود هكا باش نحصل على واحد النتيجه، ونخلي القياس ديالي يكون ناشف، ما يكونش يعني ميدم بزاف، حيت مازال غادي يطلق ليدام ديال الكاوكاو واللوز هكا، وباش غادي نحصل على واحد النتيجه اللي هي رائعه. انا خلطته، ها هو خليته هنايا شي من الصباح حتى العشيه. انا صوبته الصباح خليته حتى العشيه، ها نتوما ها هو بدا كيطلق اللون ديالو. انا حاولت نخليه حتى الصباح باش صورت لكم تشوفوا النتيجه ديالو في يعني بالنهار، باش هكا يبان لكم. ها نتوما راه كيجي غزال وكيجي رائع، وخليته تطلق مزيان ومازال غادي يطلق، وغتحصلوا على واحد النتيجه اللي هي زوينه الصراحه والله العظيم. هو سلو كيجي زوين هكا الوليدات في الصباح يعني مفيد. انا صراحه ما كيخطانيش، يعني كيسالي كنعاود نصاوب شويه. هذه هي النتيجه ديال السلو ديالنا. ها نتوما دابا من بعد بات ليله كامله، يعني راه شوفوا كيطلق ليدام. صراحة راه كيجي زوين. نتمنى ينال اعجابكم، وغنخلي لكم لا فيديو ديال اللي صوت معكم شحال هذا صوتو. غنخلي لكم الطريقة بالتفصيل، يعني على حقه وطريقه في صندوق الوصف. ان شاء الله باذن الله. نتمنى لا فيديو ينال اعجابكم، وما تنسونيش بلي لايك اشتراك في القناة فضلا وليس امرا. وان شاء الله في وصفة ثانية ان شاء الله باذن الله. ما تنسونيش. الى اللقاء، خليتكم على خير، خليكم على فيديو.